هل أسلم مايكل جاكسون؟ وإيه علاقته بالماسونية؟ ده اللي أنا جاي أقوله لك النهاردة. قبل ما نتكلم عن حقيقة إسلام مايكل جاكسون وعلاقته بالماسونية وهل كتلة عندنا أم لا، خلينا نتكلم عن البيئة اللي خرج منها. مايكل جاكسون اتولد 29 أغسطس سنة 1958 وكان ترتيبه الثامن بين إخواته التسعة. أبوه اسمه جوزيف وكان راجل عنيف وبيضربهم ضرب مؤذي، وكانوا عيلة فقيرة جدا. لكن على أول الستينات جوزيف لاحظ إن ابنه جاكي وتيت وجيرمايل صوتهم حلو جدا، فقال لنفسه سبوبة وجات من عند ربنا، خصوصا ان جوزيف كان نفسه يطلع مغني وفشل، وبدأ يعمل فرقة بولاده الثلاثة ويلف بيهم مع كازونات والنواد، وهم فعلا كانوا موهوبين وبيعجبوا الناس، تحديدا جيرمايل اللي كان مغني الفرقة. على سنة 63 دخل مايكل جاكسون معاهم الفرقة وكان عمره 5 سنين، انما كان فيرود مش بس بيغني، كمان بيرقص، وبيرقص احسن من اخواته وبيغني احسن من اخوه جيرمايل وشويه كمان، ودخل معاهم اخوهم مارلين، فابوهم سماهم جاكسون 5. على الرغم من نجاحهم والفلوس اللي كانوا بيدخلوها لاخوهم، الا كان بيضربهم كل علقه والتانيه، لدرجه ان مايكل جاكسون بيقول ان كان بيضربهم هم صغيرين قبل طلوعهم للمسرح بدقايق، واللي مش بيأدي كويس بينضرب تاني بعد ما ينسى. فكرهوا ابوهم لدرجه ان مايكل جاكسون بيقول ان كان بيغمى عليه ويرجع كل ما يسمع صوت ابوه. وسنة 67 مايكل جاكسون بقى المغني الاساسي بتاع الفرقة، وده خلاهم يتشهروا اكتر واكتر. سنة 69 ما كانوش قادرين يلحقوا على روح، وفي نفس السنة عملوا اغنية I went to you back، والاغنية دي كسرت الدنيا وباعوا اكتر من 1,000,000 نسخة، ودخلت الاغنيه دي قائمه الاغاني الاكثر مبيعا وحصلت على المركز الاول. لكن جوزيف كان ذكي ولماح وعرف ان الخير كل اللي هو فيه بسبب الولد ابو 12 سنه اللي اسمه مايكل، وكان خايف ان مايكل لما يكبر ويخش مرحله المراهقه صوته يتخن ويخشن، فبدا يحط له ادويه معينه في اكله وشربه عشان صوته يفضل رفيع، وده بان على مايكل حتى لما كبر وكان صوته رفيع فعلا وهو بيتكلم. مش بس دي الحاجات اللي اشتكى منها مايكل جاكسون، قال قبل كده ان ابوه خرجه من التعليم وهو كان حابب يتعلم، ده غير الضرب اللي كان بينضرب، وده خلى مايكل جاكسون يحب الاطفال جدا لما يكبر لانه ما عاش طفولته. وركز لي على التفصيله دي كويس عشان هنحتاجها قدام. في السبعينات بدا مايكل جاكسون يغني لوحده، كل اغنيه يعملها تكسر الدنيا. اول البوم عمله اسمه اوف ذا وول، مش بس عين المبيعات، ده دخل قائمه افضل 10 اغاني في امريكا، واثنين منه خدوا المركز الاول والثالث، وده غير ان اغانيه كان من تاليفه هو، يعني وان مان شو. في سنه 82 نزل البوم تريلر، وده مش بس حقق مبيعات في امريكا، ده دخل قائمة جينيس لأكثر الألبومات مبيعا. وسنة 84 في عز ما مايكل جاكسون كان مكسر الدنيا، جات شركة بيبسي وقالت له عايزين نصور إعلان معاك، وفعلا بدأ في تصوير الإعلان، واللي كان عبارة إن هو هيقف على مسرح وفوق ألعاب نارية، وفجأة الألعاب النارية تمسك في شعره ويقع على المسرح ورجله تتكسر وفقرة من ظهره، ده غير الحروق اللي من المستوى التارك اللي حصلت. من هنا هتبتدي الحاجات الغريبة في حياة مايكل جاكسون. مايكل جاكسون من بعدها بقاش ينام غير بمهدئات ومنومات، وده طبيعي لأي واحد عنده الإصابات دي. اللي مش طبيعي بقى إن مايكل جاكسون أدمن الحاجات دي وبقاش ينام إلا بيه. التفصيلة دي هتبقى مهمة قدام، ركز لي فيه. ومايكل جاكسون كان اسود، لكن في أغنيته الجديدة سنة 87 لقوه أبيض، فالناس استغربوا، وتحديدا الجماعة السود اتضايقوا جدا لأنه كان رمز ليه. وبعدها طلع مع المذيعة المشهورة أوبرا، ولما اتسأل قال إن هو بيعاني من مرض البهاق، لكن ده برضه ما يخليش جسم كله أبيض، فقال إن هو بيدهن جسمه بكريمات بيضة عشان يوحد بشرته. طب ما تدهن جسمك لون بني غامق لون بشرتك الأساسي، ما علينا. لكن الأكيد إن مايكل جاكسون عمل عمليات تجميل كتير، لأن ده غير ده. فاكر لما قلت لك ركز لي على ان مايكل جاكسون ما عادش طفولته وكان بيحب الاطفال؟ جات وقتها. مايكل جاكسون سنه 88 عمل النيفرلاند، وهي مدينة أقيمت على 3000 فدان، ودي مدينة عاملة للأطفال وملاها ألعاب وملاعب ومسارح بيغني لهم، وكمان ما كانش بينام غير لما يجمعهم حواليه. لحد هنا وتمام. لكن سنة 93 طلع واحد وقال إن مايكل جاكسون اتحرش بيته، والغريب إن الأب طلب تعويض 20 مليون دولار، والأغرب إن مايكل جاكسون دفع، والموضوع ده شوه سمعته، وطلعت أخته تدافع عنه وقالت في أب هيقبل اغتصاب ابنه مقابل الفلوس. ومايكل جاكسون قال مش هيسكت الناس غير الجواز،
فاتجوز بنت بريسلي معشوق الامريكان وملك البوب. والناس فعلا نسك الموضوع ونزل البوم هيستوري، وكالعاده كسر الدنيا، تحديدا اغنيه دونت كير اباوت اس، لان الاغنيه دي كانت بتخبط في اليهود والنازيه والفاشيه وكل التيارات العنيفه على مر التاريخ. زعلت منه الجماعه الكبار، والقنوات ما رضتش تذيع الاغنيه، سلطوا عليه ناس تطلع تهاجم. في 2003 طلعت فضيحه جديده، طالعه تقول ان مايكل جاكسون اتحرك بابنها مريض السرطان، فراح سلم نفسه والشرطه حطت الكلبشات في ايده، وكانوا بيعاملوه اسوأ معامله لدرجه ان كتفه اتخلع. ولما طلب يخش الحمام دخلوه حمام معفن وحبسوه جوه ساعه. وراحت الشرطه تدور في النيفرلاند ودخلوا اوضته ولقوا صور مش ولا بد متعلقه على الحيطه، ده غير السيرش اللي على اللابتوب. فمايكل جاكسون قلق وقال ما بدهاش، وخير طلب المحامين بتوعه وجاب اكبر محامي في امريكا، والمحامي قال لهم ارفعوا لي البصمات اللي على الصور دي، وما لقوش ولا بصمه لمايكل جاكسون. كمان السيرش اللي على اللابتوب كان وقتها مايكل جاكسون في حفلته اللي في المانيا، وقال للشرطه هاتوا الواد الصغير واضغطوا عليه خلوه يعترف، وفعلا اعترف وقال ان امه هي اللي اجبرته يقول كده. صدرت براءه مايكل جاكسون بعد سنتين من محاكمته، وقالت اسره مايكل جاكسون اللي عمل كده توبي ماتولا رئيس الدعايه في الشركه اللي كان بيتعامل معاها مايكل جاكسون، لان كان بينهم خلاف. لكن المحامي طلع وقال اللي عمل كده الست دي لان تاريخ عائلتها كان مليان حاجات زي دي، بيتبلوا على المشاهير وياخدوا منهم فلوس. وحلف مايكل جاكسون ما يخشش النيفرلاند تاني ولا يستضيف حد فيه، بلا اطفال بلا فاكر جيرماين اللي كان مغني الفرقه الاساسي قبل مايكل؟ الراجل ده راح البحرين واسلم هناك وبقى اسمه محمد عبد العزيز. كان راجل واصل في البحرين وبدا يدعو اخواته للاسلام، وقال ان اخته جانيت ومايكل جاكسون كانوا ميالين للاسلام، لدرجه ان مايكل جاكسون ساب امريكا بمشاكلها وراح يقعد مع اخوه في البحرين لمده 11 شهر. طلع وقال ان الحفله الجايه هتبقى اخر حفله ليا، وهقول على حاجه مهمه، وكان خايف لا تكون الناس نسيته، خصوصا ان طلع جيل جديد زي شاكيرا. لكن مايكل جاكسون اول ما اعلن عن حفلته الناس وقفت بالتوابيت. ورجع مايكل جاكسون لوس انجلوس قبل الحفله ب3 اسابيع، وكان بيعمل بروفات للحفله. وفي يوم قبل الحفله طلع ابوه جيرماين واعلن ان مايكل جاكسون مات. فالناس استغربت، واحد عنده 50 سنه مش بيعاني باي امراض وكان بيعمل بروفات لحفلته، والاعمار بيد الله وكل حاجه. لكن الشرطه دورت ورا موته، فاول ما دوروا على الطبيب الخاص بمايكل جاكسون اللي فص ملح وداء. الكاميرات جايباه وهو خارج بيجري اول ما مايكل مات، فراحوا يدوروا في اوضه مايكل جاكسون، واول لما دخلوا لقوا مهدئات ومنومات وقسطره بول فيها بول، وكمان لقوا سبحه. تقول لي عادي السبحه موجوده في كل الاديان؟ اقول لك سبحه اسلاميه عليها نقش اندلس. والغريب بقى ان لقوا ازازه بروفون، وهو نوع مخدر قوي جدا ما بيخرجش من المستشفيات، ما بيتاخدش الا على ايد دكتور مخدر. فدوروا على دكتور ولقوه بعد 48 ساعه، وقال لهم هقول على كل اللي حصل. قال لهم ان مايكل جاكسون لما روح الساعه 1 بالليل يوم 24 يونيو كان لازم يصحى بدري عشان البروفات تاني يوم، وما كانش بينام غير بالمنومات، وانا بروح له كل يوم عشان اديله المنوم. ويوم اديت له 2 مللي من الفاليوم لكن ما نامش، فاديت له جرعه كمان وبرضه ما نامش، فاديت له جرعه من اتفال وبرضه مايكل ما نامش. والساعه جت 7 فاديت له جرعه كمان بس ما نامش. فمايكل قال لي عاوز جرعه من البروبوفون وهو اقوى مهدئ، وينام بعدها. ودخلت الحمام بعدها دقيقتين ورجعت لقيته ميت. فالشرطه قالوا له لا معانا واحده واحده بقى كده، انت اديته اخر جرعه الساعه 10 و40 دقيقه، وقول خرجت من الاوضه الساعه 10 و50 دقيقه، وقعدت في الحمام 10 دقايق، فالمفروض ترجع له الساعه 11. زي اتصلتوا على ساعات الساعه 12 و21 دقيقه. لا ده احنا نراجع سجل مكالماتك ده. لا هو فضل يتكلم في التليفون 40 دقيقه وكان بيكلم مراته. على ما رجع كان مايكل مات. قالوا له ليه اديته جرعه قاتله من البروبوفون؟ فقال لهم ما حصلش، انا اديته 25 مللي بس. لولا التحاليل قالت انه هو واخد 125 مللي ودي جرعه قاتله. فقال لهم بعد ما خرجت ادى لنفسه حقنه 100 مللي، فازاي وانت خارج بعد ما نام تحت تاثير اخر جرعه؟ في النهايه الدكتور اتحبس 4 سنين بتهمه القتل الخطا واتسحب منه رخصه المات. شايف كل الكلام ده؟ في ناس بتضربه بالنار ومش مقتنعه بيه، ويقولوا ان مايكل مات مقتول عمدا. يعني الدكتور الكاميرات جايباه وهو داخل كان معاه شنطه، وهو خارج ما كانش معاه الشنطه دي. وكمان وهم بيحاولوا يلحقوه كان الدكتور بيلم شويه حاجات وبيخبيهم قبل ما الاسعاف تيجي. ده غير ازايز البروبوفون فيهم واحده مشقوقه مش مسحوبه، وده دليل ان شرب الازازه دي بالبق، وده اعراضه قاتله. وغير كده انتشر صوره للدكتور وهو لابس سلسله عليها الماسونيه. ومايكل جاكسون كان قايل ان هو هيعلن عن سر خطير في حفلته الاخيره، لكن السيناريوهات في الحته دي كتيره جدا. لكن
لكن اقربه من الجماعه اليهود في امريكا كانوا متضايقين منه بسبب اغنيه دونت كير اباوت اس، وكانوا بيعملوا عليه حملات عشان ينهوه، وقال عليهم ان هم شبه حشره العرقه، والحشره دي بتلبس في جسم الانسان وتمص دمه لحد ما يموت، فقالوا يخلصوا منه قبل ما يرجع ويحتل الساحه من جديد. السيناريو التاني بيقول ان اليهود شكوا ان هو هيعلن الاسلام، خصوصا بعد اسلام اخته جانيت. تخيل الناس اللي هتسلم تسابه، او على الاقل إن نفسها فرصة تسمع وتحاول تخش الإسلام، ده غير السبحة اللي لقوها، فخميروا إن السر اللي هيقوله هو إعلان إسلام، عشان كده قرروا يقتلوه. بس كده، دي كانت حلقتنا. لو عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا يا رشيد، أقول لهم نهاركم سعيد. السلام عليكم.